السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد ان شاء الله بطريقتي في المادلين او الكاب كيك او المافن، كل واحد اش كيسميهم. طريقه اقتصاديه. نبداو على بركه الله. في واحد البول غادي نحتاجو جوج ديال البيضات، يكونوا عاديين واخا نخرجوا من الثلاجه ماشي مشكل، يعني ماشي ضروري يكونوا بحرة المطبخ. غادي ندير هنا البيضه الثانيه، يعني بطريقه سهله وكيجيو اقتصاديين وكيجيو بنان ويعجبوا الصغار والكبار. هنا غادي نضيف واحد الفاني. كان عندي هنا الفاني بودر، ممكن ديروا ساشي الفاني او الفاني ليكيد اللي متوفر عندكم. انا كان عندي هنا فاني بودره. انا غنضيف كاس لاروب ديال السكر سنيده. اللي ما تيبغيش الحلاوه بزاف راه ما تيجيوش هما حلوين، يدير نص كاس، واللي تيبغي الحلاوه يدير كاس كامل. فانا درت هنا كاس قل ربع، راه كتجي الحلاوه ديالهم كتجي زعما معتدله. غنخلطوا شويه ديك السنيده حتى تذوب لينا مع البيض حتى كنتاكدوا انها دابت لينا مزيان. وما كنحتاجوش نهائيا نضطر بالكهرباء، يعني كنخدموها غير بالفوي بليد، ما كتاخذش منا وقت بزاف. انا ما غنقطعش لكم باش تشوفوا الصيبه اش اخذت ليا، غير كنتاكدوا ان دوك الحبيبات ديال السنيده دابوا لينا صافي. كنضيفوا عليهم المكونات الاخرى اللي هما هنا غادي نضيف نص كاس ديال الزيت. دائما العبارات بكاس ديال العنبه. زيت المائده ممكن تخلطوا نص ديالها، مثلا زيت المائده تخلطوها زيت النباتيه مع الزبده دائبه، ممكن حتى هي كتعطي بنينه. صافي هنايا من بعد ما غنخلص داك الزيت يدخل لينا مع الخليط ديال البيض والسنيده، غنضيف كاس ديال الماء عادي، الماء من الصنبور، يعني ما مغلي ما والو. هنا ممكن تعوضوه بالحليب او لا ياغورت طبيعي او لا ياغورت الفاني. فلا ما متوفرش عندكم كتخدموا بالماء عادي جدا، راه كتعطي نتيجه اكثر من رائعه. كما قلت لكم كتجي اقتصاديه. وضروري قبيصه الملح لتحسين الذوق ضروري. هنا غنخدم بالدقيق القمح الكامل اللي مغربله، ماشي بالدقيق الابيض. هنا الدقيق القمح غربلته، غنضيف الكاس الاول. وكما كتعرفوا الدقيق القمح كيتشرب لينا الماء دغيا، فما غنحتاجوش فيها الدقيق بزاف. عكس الا درتو الدقيق الابيض غتحتاجوا جوج كيسان ونص من الدقيق الكامل او الدقيق القمح المغربل. غنحتاجوا فقط جوج كيسان، هما اللي غندير، ما غنزيد والو، لان واخا غتجينا شويه ما ثقيلاش بزاف هو غيتشرب لينا. وواحد القضيه المهمه اولا السر باش يجيكم هاد لي مافيم اولا هاد لي كاب كيب يجيو طالعين ومشققين، غنعطيه لكم هنا ملي كنشرح لكم، نوريكم الطريقه كيفاش كنخدمهم كيجيو واعرين. هنا ضفت معلقه كبيره ديال الكاكاو المر اللي تكون نوعيه جيده، ممكن ديروا ديال الساشي يكون نوعيه جيده، ديروا ساشي اولا جوج ساشيات. فهنا درت معلقه كبيره، وغنزيد واحد شويه غير ما بانش في التصوير، غنزيد واحد شويه تقريبا، غنزيد واحد الرص اولا ربع معلقه اخرى غادي نزيدها لهم، حيت ملي درتها جاني خاصو شويه ديال الكاكاو، فدرت فيها معلقه كبيره وربع. صافي هنا من بعد ما تخلط ليا الكاكاو المر مزيان غادي نضيف هنا الخميره. هنا غنحتاجو 10 غرام ديال الخميره ديال الحلويات، اولا غديروا ساشي تقريبا. درت انا ساشي ونص تقريبا، عندنا ساشي ديال 8 غرام، غندير ساشي وغندير شويه من الساشي الاخر، راه كتجي كافيه. بغيتو ديروها بالعبره تعبروا 10 غرام ديال الخميره ديال الحلويات ولا الخميره الكيماويه. من بعد غنضيف عليها واحد شويه د الخل، معلقه صغيره، راه ما تصورتش ليا. ضروري كلشي كنعرفوا انه تنديروا شويه د الخل ملي ما تيكونش عندنا لا حامض لا والو في الكيك، كنديروا الخل. صافي هنا غنخلط مزيان الخميره ديالي، ومن بعد غنضيف عليها معلقه صغيره ديال الخل. صافي ملي كتشوفوا القوام، شوفوا القوام ديالها راه كيجي شويه ثقيل، ومن بعد راه مازال غيتقال لينا مازال، لان غنخليو واحد نص ساعه. هذا هو السر. لي كاب كيك اولا المافن باش يجيكم طالعين ومقببين مشققين، غتخليوهم نص ساعه في الثلاجه. الا كنتو زربانين غتدخلوهم واحد 5 دقائق ولا 6 دقائق في المجمد. ما كنتوش زربانين كديروهم واحد 30 دقيقه في الثلاجه غير في الرف الاسفل، 30 دقيقه كامله. عاد ديك الساعات كما شفتوا دابا انا غنغطيهم بالسلوفان اولا اي بلاستيك غذائي، غنغطيهم وندخلهم الثلاجه واحد نص ساعه. صافي من بعد ما كملت لي نص ساعه، هنا ملي غنخرجهم من الثلاجه في هذه اللحظه غنشعل الفران ديالي، غنشعلو على اعلى درجه من الاعلى والاسفل يسخن ليا. هنا انا استعملت هاد لي كاب، هاد لي مول ديال السيليكون، راه كيجيو خطيرين وكيسهلوا علينا الخدمه في الديمولاج، وما كيلصقوا ما حتى شي حاجه، وما غاليينش بزاف، راه كيديروا غير شي كاين اللي كيبيعوا ب 15 درهم، والحاجه الكاليتي مزيانه كدير 17 درهم، وكيبيعوا لكم 12، يعني كيجيكم مزيانين وتخدموا بهم هكا. كيجيو انا بالنسبه لي كيجيو عمليين. فانا غنعمر هاد العبار اللي عندي في البول، غادي يعمر لي هاد 12 قطعه ديال لي كاب كيك. كندير تقريبا معلقه كبيره عامره حتى غنكمل كلشي، ومن بعد حتى ديك الساعه كندير الاضافات، يعني كنعمروا تقريبا الثلثين، ولا كنخليو الربع هو اللي ما عامرش، كنخليو فين تنفخ لينا. صافي غنكمل تنعمرهم كاملين.
غندخلهم للفران. ملي غندخل اللاطه ديالي للفران كندخلها في الرف الوسطاني وكنحطها فوق من شي طاوه اخرى، ما كنحطهاش فوق من الشبكه. هنا في هذه اللحظه غنزل العافيه عندي ل 200 درجه، غنزلها ل 200 درجه وغنخليها شاعله من الفوق والتحت، وما نفتحوش عليها الفرن حتى على الاقل تفوت لنا واحد 10 دقائق حتى كيبان لنا انهم تنفخوا وتقببوا لينا وتشقوا. الا حليناهم قبل راه غيهبطوا. صافي هنا من بعد تقريبا خداو ليا واحد ربع ساعه تقريبا في الطياب من الفوق والتحت. درت فيهم الكوردون، جربت خرج ليا ناشف، ما فيه لا كيك لا والو، يعني راه طيبين عندي. هنا راه غنوريها لكم، راه باقي سخونه، راه ما قدرتش نقيسها بيديا، غير بغيت نوريها لكم باقي سخان. يلا خرجتهم من الفران، غنخليهم تيبردوا تماما. شوفوا ما شاء الله كيجيو رائعين جدا. ونسيت ما قلت لكم، راه زينتهم هاد الحبيبات ديال الشوكولا ولا البيبي ديال الشوكولا كيبقاو اختياريين. تقدروا ديروا في وسط منهم قطع ديال الشوكولا، مي تكون قطع الشوكولا تكون نوعيه جيده باش تذوب لينا من الفوق، ماشي بديل الشوكولا تديروها في الوسط، اولا ديروا في وسط منهم بديل شوكولاته ديال الدهن، يعني تعمروا نصف الكميه وديروا شوكولاته ديال الدهن اولا قطع الشوكولا تعمروا الكميه اللي بقات. هنا راه باقي سخان عندي ولكن قادره نقيسهم بيديا، راه كيجيو مهويين مفشفشين ناجحين. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش الدقيق الابيض، الناس اللي ما تيبغيوش الحليب اولا اليوغورت في لي كيك، كيجيو واعرين خطيرين. البنه ديالهم كتجي هائله اكثر من هائله، يعني ما غنشكرهمش لكم تجربوهم ان شاء الله، تردوا لي خبر يعجبوا الكبار والصغار، ما كيضروا لا في معده لا في حتى شي حاجه. انا بالنسبه لي لي كيك ديالي كنفضل نديرهم بالقمح، كيجيو زوينين احسن من الدقيق الابيض. من بعض المرات كنديروا الدقيق الابيض ولكن الاغلبيه كنبغيهم هكا بالقمح. كما قلت لكم القمح الكامل ماشي الفينو، القمح اللي كنشريو حبه وكنطحنوها انا كنغربلو، كنخلي فيه غير النخله رقيقه وكنعاود نغربلو ملي كنبغي ندير بها كبالي كيك. شوفوا راه كيجيو هشاش ورطبين وتيذوبوا في الفم. نتمنوا تجربوهم وتردوا عليا في التعاليق انك جربتوهم وكيجاتكم الوصفه. راه كتجي اقتصاديه وسهله وكتوجد دغيا، يعني ربع ساعه ها نتوما وجدتوهم من غير ديك الوقيته كما قلت لكم. اللي عجبو الفيديو يدير لايك واشتراك وتفعيل الجرس وشي كومونتير زوين. شكرا.